النهاردة هنتكلم عن 8 أنواع من الأطعمة للفطار الصبح، ويكون أكلنا هيبقى صحي إن شاء الله بإذن الله. طبعا في بعضنا أو أغلبيتنا بيتجاهل موضوع فكرة الفطار الصبح، وعنده حجته إن هو ما بيعرفش ياكل الصبح أول ما بيصحى من النوم، او ان هو مثلا متأخر على الشغل او على المدرسة. وبعض مننا عنده اعتقاد ان عدم الفطار الصبح هيزود من الحرق او هيقلل من وزنه. طبعا ده اعتقاد خاطئ تماما، وده مش كلامي طبعا، ده غير ان في دراسات اصلا اثبتت ان الفطار الصحي بيساعد على حرق الدهون، وخصوصا دهون البطن. موقع بولد سكي المهتم باخبار الصحة، للي حابب ان هو يبحث عنه ويفهم اكتر شوفه ويتأكد من المعلومات اللي انا بقولها، وهيعرف ان موضوع الفطار ده مهم جدا جدا لينا. بيعلي موضوع الايض في جسمنا، وبيحافظ على كتلة الجسم، فلازم